المظبوطة من دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير دكتور مجدي. صباح الخيرات. صباح الخير يا دكتور مجدي. صباح الخير. يعني الخبر اللي معانا عن موقع ستاب تو هيلث، وهو أكد على أهمية وجبة الفطار والعشاء، ولازم تكون وجبة الفطار تكون غنية بالمواد المضادة للأكسدة، ووجبة العشاء يتناولها الإنسان قبل النوم بساعتين. صحيح طبعا، ولازم نحذر من اهمال وجبه العشاء لان ده بيخلي السكر يقل. اما السكر يقل ممكن يخلي الانسان يستيقظ، خاصه الاطفال والناس الكبار يستيقظوا في الليل ويبقى عندهم ارق وما يناموش تاني. وخلي بالك برضه لازم ناخد الوجبات العشاء تكون متوازنه عشان ما يحصلش اضطراب في السكر خلال النوم ويجي ممكن كوابيس. ولازم ناخد حاجات برضه تخلي عندي القدره على الاحلام السعيده. الاحلام السعيده عايزه حاجه اسمها سيروتونين، عايزه هرمون السعاده والانبساط والانشراح والمزاج العالي. يبقى لازم سواء ده بيبقى موجود في اي اطعمه يا دكتور مجدي؟ واحنا هنوفره في جسمنا لو خدنا الاحماض الامينيه، خاصه حاجه اسمها تريبتوفان. التريبتوفان هلاقيه في الفول والمكسرات البقول والموز. نصائح سريعه للعشاء زي ما حضرتك اتفضلتوا قبل الاكل، يعني لازم برضو ان انا استعد نفسيا. يبقى في لازم الجماعه مع بعض، يبقى لازم العشاء يكون جماعي. ده مهم جدا، التفاعل الاجتماعي داخل الاسره قبل ما ننام نسلم على بعض، وان احنا نتعود ان احنا ناكل على مهلنا وما نستعجلش. المضغ ده بيبقى مهم جدا، ان احنا بيخلينا نستمتع بالعشاء وما ناكلش كتير وما نزودش بالوزن. الناس اللي بتاخد وجبات عاليه في العشاء بيبقى عندها ميل السمنه اكتر. لازم يبقى عندنا في اليوم كله 4 و5 وجبات صغيره، ومحلول الوجبات الدسمه، ولا للمنبهات لانها هتخليني ما انامش ومش هقدر اتمتع بالنوم، ولا للتدخين قبل النوم. التدخين خطير جدا، يعمل لي ضغط قبل النوم، يعمل لي مشاكل في الهضم، عسر الهضم، وبعد الشر قرحه، وقولون عصبي يزوده، ويخلي مشاكل ثانيه كتير احنا عارفينها. ولكن برضه ممكن يقلل حتى من القدره على الهضم والقدره على النوم.